السلام عليكم طلاب الصف الأول ابتدائي. مادتنا لهذا اليوم القرآن الكريم والتربية الإسلامية. درسنا هو الدرس السادس. يلا نبدي نقرأ. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. وهسه طلاب راح أعيدها مرة ثانية وأريدكم تقروها وياي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. وهسه وصلنا معاني الكلمات. يلا طلاب نبدي. بسم الله. الكلمة معناها الكوثر، الخير الكثير، خير الدنيا والآخرة. الكوثر، الخير الكثير، خير الدنيا والآخرة. انحر، اذبح الذبائح وأطعم الفقراء منها. انحر، اذبح الذبائح وأطعم الفقراء منها. شانئك، مبغضك، من يكرهك ويتحدث عنك بالسوء. شانئك، مبغضك، من يكرهك ويتحدث عنك بالسوء. الأبتر، الذي لم يبقى له ولد من بعده. الأبتر، الذي لم يبقى له ولد من بعده. وهسه حبايبي طلاب أريدكم تنتبهون زين لأنه معاني للحفظ. أولاً الكوثر، الخير الكثير، خير الدنيا والآخرة. انحر، اذبح الذبائح وأطعم الفقراء منها. شانئك، مبغضك، من يكرهك ويتحدث عنك بالسوء. الأبتر، الذي لم يبقى له ولد من بعده. ولهنا نكون خلصنا صفحة 19. وهسه وصلنا الشرح. يلا طلاب نبدي. بسم الله. أعطى الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. أعطى الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. اشكر الله يا محمد وصل لربك واذبح الذبائح وأطعم الفقراء منها. اشكر الله يا محمد وصل لربك واذبح الذبائح وأطعم الفقراء منها. إن الذين يكرهونك يا محمد سيذهب ذكرهم ويزول أثرهم. إن الذين يكرهونك يا محمد سيذهب ذكرهم ويزول أثرهم. سيحفظ الله لك ذكرك يا محمد وأثرك الطيب إلى يوم القيامة. سيحفظ الله لك ذكرك يا محمد وأثرك الطيب إلى يوم القيامة. وهسه طلاب حعيدها بشكل سريع. أعطى الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. اشكر الله يا محمد وصل لربك واذبح الذبائح وأطعم الفقراء منها. إن الذين يكرهونك يا محمد سيذهب ذكرهم ويزول أثرهم. سيحفظ الله لك ذكرك يا محمد وأثرك الطيب إلى يوم القيامة. وهسه طلاب وصلنا حل المناقشة. أولاً ما معنى الكوثر؟ ثانياً ما معنى شانئك؟ ثالثاً ما معنى الأبتر؟ ومن هو المقطوع أثره وذكره؟ طلاب حبايبي الجواب صفحة 19. الكوثر الخير الكثير، خير الدنيا والآخرة. شانئك، مبغضك، من يكرهك ويتحدث عنك بالسوء. الأبتر الذي لم يبقى له ولد من بعده. إن الذين يكرهونك يا محمد سيذهب ذكرهم ويزول أثرهم.
ولهنا نكون خلص درسنا الدرس السادس، العنوان سورة الكوثر للحفظ والشرح، صفحة 20. في أمان الله.